السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في تاني محاضره من محاضرات كورس ديكوباج مجاني مع رضوى حمدي. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نعمل ديكوباج على الخشب، سواء خشب طبيعي او خشب صناعي. الخشب الطبيعي هيبقى موجود عندنا، مش لازم يعني نشتريه من النجار. خشب طبيعي ابيض يعني ما يكونش متلون او مشتغلين عليه قبل كده، طبعا هيبقى غالي. الخشب الابيض هيبقى غالي دلوقتي. فالخشب الطبيعي الموجود عندنا في البيت ممكن يكون على كرسي، على دولاب، على تسريحة، على كومود، على باب، على شباك، على اي حاجة. طبعا الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت هتكون مدهونة، ملزوق عليها حاجات. هنعرف مع بعض ازاي ان احنا نتعامل مع الحاجات القديمة او الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت. وتاني نوع من انواع الخشب هو الخشب MDF او الخشب الصناعي، وهو ده اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة. هنا انا عندي كسترات خشب، اللي هي القواعد اللي بتحط عليها فناجين الشاي والقهوة. دي خشب MDF يعني خشب صناعي. قبل ما اشتغل على اي قطعة خشب، سواء خشب طبيعي، خشب صناعي، خشب موجود عندنا، لازم اخلي بالي من القطعة كويس جدا. افضل اقلب فيها كده واشوف اذا كان فيها عيوب، فيها حاجة مشروخة، فيها حاجة خشنة عايزة تتصنفر. هنا انا كان عندي جزء كده غائر شوية، فهعمل فيه ايه؟ هعمل بالمعجون، معجون خشب بيتجاب من عند الموان. ما عنديش معجون خشب، معجون الحوائط العادي برضو من عند الموان. طيب ما عنديش معجون حوائط ولا معجون خشب، ومش هنزل اشتري مخصوص يعني علبة قد كده علشان اعالج بيها العيوب والشروخ اللي عندي. فانا هتصرف بالبديل اللي عندي، او ايه يعني كده حاجة كده على قد ايدينا. بس طبعا مش هينفع مع الشروخ الكبيرة ولا العيوب الكبيرة. احنا بنتكلم في ايه؟ في مثلا دقة مسمار، خربشة كده على السريع، نتوء كده صغير بسيط زي اللي ظاهر عندي. هستخدم ايه؟ هيبقى عندي مثلا بودرة تلك معايا، وحبة غيرة، وحبة غير خشب اللي هو الخشب الابيض، وبودرة تلك بتاعت الاطفال عادي. وهنقلبهم كده حبة لغاية ما يبقوا عجينة. حسيت ان هي بقت سميكة معايا شوية، ممكن نقطتين مية بحيث ان هي برضو تبقى ايه زي العجينة كده معايا. وديت هسد بيها الشروخ. هستنى لغاية ما تنشف وهصنفرها. هشوف اذا كانت نقصت يعني قلت، او بقت غائرة برضو، او لسه الشرخ ما يعني ما تعالجش كويس. فهعمل برضو الخطوة دي تاني، واساوي كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. انا بحط المعجون واساويه بالسكينة. ما عنديش سكينة، اساويه باي حاجة، بمسطرة، باي حاجة، اي حاجة مستوية، بحيث ان هي تملالي الفراغ او الشرخ او النتوء اللي عندي في قطعة الخشب، ويبقى كده املس يعني مساوي للسطح العام. تمام كده. فما نوقفش نفسنا عند منتج، نشوف البدائل المتوفرة. وزي ما قلت لكم، طالما ان العيب صغير مش كبير. هنا المعجون معايا نشف، وهبدأ اصنفره دلوقتي صنفرة ناعمة. الصنفرة بتيجي من عند الحدايد والبويات او عند الموان. بيبقى فيه صنفرة خشنة بتبدأ من 60، من درجة 60 ولغاية ما تزيد معايا لغاية ما توصل ل1000. احنا عايزين صنفرة وسط اللي هي في حدود مثلا 200. رقمها بيبقى مكتوب عليها من الجزء البني اللي ورا دوت، بيبقى مكتوب عليها 200 او 150. دي الصنفرة الوسط. انت هتروحي للموان وهتقولي له عايزه صنفره وسط. ما هو مش عارف الصنفره الوسط، ممكن تقولي له صنفره 200، هيديكي صنفره مناسبه جدا لايه؟ لتفنيش الشغل. هنا انا لاحظت ان المعجون نقص، او يعني قل بعد ما نسبه الميه اللي فيه جفت. فانا هبدا برضو اعيد نفس الموضوع تاني، اني احط المعجون وهستنى برضو لغايه ما ينشف، وبعد كده هصنفر بحيث ان السطح معايا يكون متساوي. محتاجش بعد كده اني اعالجه تاني برضو بالمعجون. بعد كده هبدا ان انا اصنفر السطح بتاعي برضو بالصنفره الناعمه او الصنفره الوسط، وهنضف السطح بتاعي جدا. بعد كده هاسس السطح بتاعي. يعني ايه اسس السطح بتاعي؟ يعني اجهز السطح بتاعي للشغل. يعني ايه اجهز السطح بتاعي للشغل؟ يعني اخليه يستقبل الشغل اللي انا هشتغل عليه. هأسس السطح بتاعي بايه؟ بمادة اسمها جيسو. مش موجود عندي جيسو، هنعرف دلوقتي البديل للجيسو اللي احنا ممكن نستخدمه في البيت. ليه انا هأسس السطح بتاعي؟ لاسباب كتير، من اشهرها واهمها اني السطح بتاعي اللي هو الخشب هيكون لونه بيج، مش هيكون لونه ابيض. طيب ايه اللي هيحصل لما يكون لونه بيج؟ او ان انا هحط منديل او هحط اي ورقة انا عايزة اطبعها، او ان انا يعني الزقها على الخشب.
لون وزهيان الصورة مش هيبقى بنفس الزهيان بتاعها ونفس نصاعة الألوان اللي هي في الصورة اللي أنا طبعاها أو المنديل اللي أنا هشتغل بيه. فأنا عايزة أخلي الصورة واضحة وزاهية معايا، فهعمل إيه؟ هخلي السطح بتاعي لونه أبيض علشان يبقى نفس درجة اللون اللي أنا شايفاها بعيني في المنديل ألاقيها قدامي على الشغل بتاعي. طيب إيه سبب تاني؟ إن الخشب بتاعنا اللي هو MDF اللي هو الصناعي خشب مسامي. يعني إيه مسامي؟ يعني بيتشرب الحاجة اللي بتضاف عليه. يعني أنا لو حطيت اللون زي ما هو هلاقي إن الخشب بتاعي اتشرب اللون. فبعض الأنواع طبعا يعني في أنواع عادي ممكن نستخدمها على الخشب مرة واحدة مش لازم تأسيس، بس الأغلب بيبقى محتاج تأسيس. يعني الألوان محتاجة إن هي يتضاف قبليها طبقة تأسيس. طيب ايه سبب تاني من اسباب ان انا لازم اقاس السطح بتاعي؟ اني السطح بتاعي مثلا ممكن يكون املس، عايزة بقى اخليه خشن شوية، او مش خشن، مش لازم يكون خشن، انا عايزة اخليه يستقبل الشغل بتاعي. انا مثلا هحط الوان، هحط ورقة على الجيسو او على طبقة التأسيس، تمام، هتلزق خلاص، تمام، لان لون على لون هيلزق، تمام، مش هيطلع، مفيش لون هيطلع بره لون الا بتكنيكات معينة مش معانا دلوقتي. المهم ان لون لما يضاف على لون استحالة ان اللون يفصل عن اللون اللي قبليه. طيب فطبقة التأسيس دي لما احطها على السطح، الطبقة دي هتلزق 100% على السطح، لان فيها نسبة غرة. في الطريقة اللي احنا البديل اللي احنا هنعمله دلوقتي فيها نسبة غرة، فطبعا الغرة هيلزق على الخشب، هيلزق على اي سطح، فبالتالي طبقة التأسيس هتلزق على السطح بتاعي، وكمان هيلزق عليها طبقة الشغل اللي احنا نشتغل عليه. فديت زي ايه؟ زي وسيط كده، وسيط بيمسك ما بين السطح اللي احنا هنشتغل عليه وما بين الشغل اللي احنا هنشتغل فوق التأسيس. تمام كده؟ يا رب اكون عرفت اوضح لكم الفكرة. دلوقتي بقى هناخد او هنعرف مع بعض طريقة بديلة لطريقة الجيسو في البيت، وسهلة جدا ومتوفرة عند اي حد. هبدأ استخدم الاكريليك بديل للجيسو، اكريليك ابيض عادي. ما عنديش اكريليك ابيض عادي ممكن استخدم بلاستيك ابيض مط عادي برضو. انا هنا هعمل بقى الجيسو اللي هو الاحترافي اللي هو المظبوط اللي هيمشي معايا على اي سطح. هستخدم لون ابيض سواء اكريليك او بلاستيك، وهضيف له شوية بودرة. البودرة دي هتكون ايه؟ يا اما بودرة تلك يا اما هتكون جبس من عند الحداد والبويات. وبعد كده هضيف بعد البودرة هضيف غيرة ابيض، غيرة ابيض بقى بتاع مدارس اللي هو الخفيف، او الغيرة الابيض بتاع الخشب اللي هو تقيل شوية. هنعالج نقطة التقل بتاع الخشب الابيض بان احنا نضيف نقطتين مية. انا دلوقتي هقلب الخليط عندي، هحس ان هو تقيل شوية سميك اهو، فهضيف له رشتين مية كده لغاية ما يبقى قوامه اخف من العسل بشوية. تمام، انا مش عايزه قوام سميك عشان اعرف افرد طبقه التأسيس على اي سطح، فانا عايزاه ما يكونش خفيف ميه ولا تقيل زي العسل، لا، اخف ما بين الميه وما بين العسل. المقادير انا عامه مش بشتغل بمقادير يعني، لكن لو حد عاوز يشتغل بمقادير نقول مثلا معلقتين لون، يعني معلقتين لون ابيض مع معلقه بودره مع نص غيره. تمام كده؟ القوام طلع سميك معايا، هخفف بشويه ميه. طيب انتي ممكن تساليني تقولي لي هو لازم الجيسو يبقى لونه ابيض؟ لا، الجيسو ممكن يكون اي لون تاني. طالما انا هستخدم لون فانا هيبقى عندي عادي لون استخدمه براحتي. عايزه اعمل جيسو اسود اعمل جيسو اسود، عايزه اعمل جيسو بني اعمل جيسو بني، اي لون انا عايزاه هتبع الطريقه دي في استخدام الجيسو. لان في شغل انا مثلا عايزه اسس السطح بيه بلون بني مثلا، علشان هضيف عليه حاجات تاني انا محتاجه ان من تحت يكون لون غامق، مش عايزاه لون ابيض. فالموضوع كده ايه، مرن معانا. عايزه اعمل جيسو اي لون هستخدم اللون اللي انا عايزه استخدمه باضافه البودره باضافه الغيره. هدهن السطح بتاعي وبعد ما ينشف هبدأ ان انا اصنفره بالصنفرة الناعمة. يعني ممكن مثلا تكون 220 صنفرة ناعمة كويسة، بحيث اني اخلي السطح بتاعي ناعم وما يبقاش فيه حبوب ولا في تكتلات من اللون ولا البودرة. وتأكدوا ان انتوا قلبتوا الجيسو كويس او الخليط ده كويس، لان ممكن البودرة او الجبس يعمل تكتلات كده. فالافضل ان انتوا تدوبوا بودرة التلك او الجبس في نقطتين مية، يعني ما يبقاش مية كتير،
في نقطتين ميه بس، بحيث ان ايه ان انتوا تحلوا البودره دي بالميه، وبعد كده تضيفوها على اللون وتضيفوها على الغيره، تمام، علشان تمنعوا ان يبقى عندكم تكتلات في الشغل. هنبدأ هنا نصنفر السطح بتاعنا بعد ما الجيسو نشف، ولو طبقة الجيسو الأولانية ما كانتش كافية أو ما عملتش تغطية كاملة، ممكن نضيف طبقة جيسو تاني، يعني لغاية ما يبقى اللون معانا أبيض كده كويس، ما يشفش اللون بتاع الخشب اللي تحتيه، لأن احنا هنشتغل مع بعض بعد كده في حاجات هيبقى فيه ألوان لازم نداريها يعني، فلازم الجيسو يبقى معانا ابيض ابيض. هنا هنجيب المناديل دي اللي انا قلت لكم عليها الفيديو اللي فات، مناديل عاديه بتاعت حفلات. هشيل الطبقتين او الطبقه البيضاء، هستخدم الطبقه المتلونه بس، وعندي كيس بلاستيك، تمام. شوفوا كده معايا بقى خطوات كده ايه بسيطه وبالراحه. هبدا ان انا اخلي وش المنديل ناحيه الكيس، وظهر المنديل لي انا، تمام، يعني الظهر لي انا ووش المنديل للكيس. وهبدأ دلوقتي بقى ارش ميه، يعني اغرق المنديل، تمام، اغرق المنديل جدا، محدش يخاف من الطريقه دي. هغرق المنديل بحيث ان المنديل يتشرب كل الميه، والميه على الكيس اهو. انا مش هصفي الميه، هبدأ بالراحه جدا، ايدي تبقى خفيفه جدا جدا، اني انا افرد المنديل بالراحه جدا، وبالفرشه اللي احنا قلنا عليها هبدأ ان انا اخد المنديل من جوه لبره، علشان لو في اي بابل، اي فقاعه كده بتاعت هوا تطلع معايا، ولو في اي كرمشه للمنديل يتفرد معايا، تمام. هبدا ان انا اصفي الميه، همسك الكيس كده وهصفي الميه بقى على فوطه، على مناديل، على اي حاجه. انا مش مسرعه الجزء ده لان هو يعني عاوز تركيز شويه. هبدأ تاني بالفرشة بالراحة جدا، انا مش بشد يعني ولا بضغط على الفرشة، بالراحة جدا، اني اخد المنديل من جوه لبره، من النص لبره، لو في اي فقاعة هوا، لو في اي كرمشة للمنديل، بالراحة جدا جدا، بحيث ان المنديل معايا يبقى مفرود 100 لو حاسين ان نسبة المية كتير او ما صفتش كويس، بمنديل ناشف، وبالراحة جدا احاول ان انا اخد المية الزيادة اللي على المنديل اللي انا هشتغل بيه، بالراحة جدا، علشان ما يضايقنيش اثناء لزق المنديل على الشغل، ولا ان نسبة الغيرة تكون زيادة مع المية فالدنيا تبوظ معايا. هاخد بقى الغيرة بتاعي وهدي طبقة متوسطة، يعني لا هي طبقة رفيعة قوي ولا هي سميكة بقى ان انا بلون يعني، لا، طبقة وسط كده. بعد كده هاخد معايا الكيس وهخلي المنديل ناحية السطح بتاعي، تمام، المنديل ناحية السطح بتاعي والكيس ناحيتي انا، بالراحة، واظبط ايدي كده كويس، تمام. يبقى كده حطينا المنديل على السطح والكيس ناحيتي انا، وبالكارت اللي احنا قلنا عليه هبدأ اني انا اضغط حبة صغيرين من الوسط لغاية بره، من المنتصف لغاية بره، علشان الغرة الزيادة او المية الزيادة تطلع معايا، ولو في كرمشة من في المنديل او في اي فقاعة تطلع معايا بره السطح خالص. وهبدأ ان انا اشيل الكيس بالراحة جدا، بالراحة خالص، علشان المنديل ما يكونش لازق في الكيس. هو طالما احنا حطينا اصلا الغيرة على السطح فخلاص المنديل كده مسك بقى في الغيرة. واحاول ان انا احافظ على نظافة الكيس، لاني هشتغل بالكيس ده كذا مرة، لان عندي 6 قطع خشب تاني، فحافظ على نظافة المنديل او الفايل اللي انا هشتغل بيه. طيب هنا بقى هبدأ ان انا اشيل الزوايد بالراحة جدا، يا اما بايدي كده بالراحه، لان هو خلاص المنديل يعني اتشرب ميه لغايه ما اكتفى، فاكيد هيبقى خلاص بايش بقى معايا خالص، فهيبقى سهل ان انا اشيله بايدي او بالصنفره. يعني دلوقتي هحاول ان انا اصنفر الاطراف بالراحه جدا من السطح لغايه بره اهو.
الصنفرة معايا بالراحة جدا جدا جدا، علشان ما ادخلش على السطح ولا ادخل على المنديل اللي لازق على السطح. بالراحة جدا هشوف الزوايد كده اشيلها بايدي برضو ما يمنعش يعني. بالراحة جدا معايا الصنفرة، هاخد المناديل الزيادة من على الشغل واشيلها خالص بره السطح، بحيث ان السطح معايا ما يكونش فيه بقى اي كده فتايل من المنديل. السطح معايا يكون نظيف وشغلي يبقى شغل محترفين تمام بأبسط الطرق. وبقول لكم ان ده كان منديل حفلات من محلات الحفلات او المول كمان. بنفس الغيرة اللي احنا استخدمناه في لزق المنديل هندي طبقة تاني بعد المنديل. لو احنا خايفين ان المنديل يتقطع مننا مثلا، فنستنى لغاية ما المنديل ينشف او الغيرة الطبقة الاولانية اللي احنا عملناها تحت المنديل تنشف، وندي طبقة تاني لزيادة التأكيد ان تمام المنديل ثبت على السطح وان الاطراف زي الفل تمام، ما تتأثرش بقى بأي حاجة. مفيش اي كرمشة للمنديل ما شاء الله، مفيش اي كرمشه للمنديل. اللمعه دي علشان لسه الغيره يعني ما كانش لسه نشف. وبعد كده بدات بقى ان انا الون الاطراف بنفس لون الارضيه. مش عايزين تلونوا الاطراف بنفس لون الارضيه، لكم مطلق الحريه، تمام جدا. عايزين تكملوا لزق المنديل على الاطراف، تمام جدا. كل واحد له مطلق الحريه. انا بديكوا التكنيك وانتوا يعني العبوا بقى بدماغكم بمزاجكم بالوانكم وبالطرق اللي انتوا عايزينها. هنا عندي هبدأ اني انا اجهز السطح اللي قديم عندي او اللي موجود عندي وعايزة اجدده. هنا مثال توضيحي يعني قطعة خشب عليها الوان واقع عليها غيرة. هبدأ ان انا اعمل ايه بالصنفرة الخشنة، مش الصنفرة الوسط ولا الناعمة، خلينا في الصنفرة الخشنة، لاني اللون هنا كان سميك وقع عليه شوية غيرة حبيبات كده غيرة، فكان لازم صنفرة خشنة علشان تشيلي الحاجات المرتفعة دي. وده هينفع طبعا معانا في البيت لو مثلا حاجة كده سميكة على السطح، فلازم اني انا اصنفرها بصنفرة خشنة علشان اخلي السطح متساوي. الصنفرة الوسط او الصنفرة الناعمة دي للتنعيم، ان الشغل يبقى ناعم ما يبقاش خشن. فبعد الصنفرة الخشنة اللي انا هستخدمها دي صنفرة قلت لكم 80. بعد الصنفرة الخشنة دي هبدأ اني انا انعم السطح بالصنفرة الوسط او الصنفرة الناعمة، بحيث اني الخربشة والخدوش اللي عملتها الصنفرة الخشنة دي لا تبقى عندي ملساء ومتساوية مع السطح وتمام. ايدي التانية شغالة، افضل احط ايدي على السطح اشوف في حاجة لسه عايزة تتصنفر، في حاجة خشنة عايزة تتنعم، في حاجة كده لسه فيها نتوء او قصدي يعني في حاجة كده فيها بروز عايزة اسويه بالسطح، فايدي برضو التانية شغالة اشوف انا محتاجة اصنفر فين. القطعة دي كانت مثال توضيحي علشان اعرفكم بس ازاي تتعاملوا مع الاسطح اللي انتوا عايزين تجددوها. هنبدأ في شغلنا دلوقتي على سطح عادي، على سطح نظيف يعني او جديد. برضو هستخدم الجيسو في التأسيس زي ما قلنا بديل الجيسو عملناه ازاي مع بعض. هنا هبدأ ادهن السطح بتاعي بالجيسو اللي احنا عملناه مع بعض، وبعد ما ينشف هشوف اذا كان محتاج طبقة تاني هدهنه طبقة تاني، وبعد ما ينشف هبدأ ان انا اصنفر بصنفرة ناعمة علشان اخلي السطح بتاعي املس وما يكونش فيه اي خربشات اي ضربة فرشة، يبقى كله متساوي كده زي الفل معايا. هنا عندي طباعة ليزر على ورق عادي A4 زي ما قلنا هنستخدم الطباعة الليزر. هبدأ اني انا استخدمها كبديل للمنديل. ازاي؟ اني هبدأ اخفف الورقة. يعني ايه؟ يعني هشيل طبقة من الطبقات بتاعة الورقة علشان تظهر لي الطبقة بتاعة اللون خفيفة.
هبدا ان انا الزق اللزق كده من اتجاه، وهشده بالراحه جدا. بالله عليكم خلي ايديكم خفيفه كده في الشغل معانا علشان ما نتعافاش على الورقه وتتقطع مننا. هنا بدات ان قطعه ورق تتشال معانا. كان الورقه اللي مرسوم عليها الطائر دي ملهاش اتجاه، يعني ملهاش نسيج، مش عارفه النسيج بتاعها افقي راسي من اليمين من الشمال. هنا هوضح لكم بالظبط الطريقه اللي انا عايزه اقول لكم عليها. هجيب ورقه من الظهر، هبدا ان انا الزق عليها اللزق بتاعي، وبالراحه جدا هبدا ان انا اشيل اللزق بالراحه جدا. اللزق هيمسك في الطبقه الخلفيه من الورق، فالطبقه الخلفيه من الورق هتتشال معايا، فالطبقه الاماميه من الورق هتفضل معايا اللي هي مرسوم عليها. هفضل اجرب واشوف اتجاه نسيج الورق. هنا جربت اول مره، عرفت ان دوت مش اتجاه الورق، حطيتها مكانها تاني، لزقت الورق من الناحيه دي، هيبدا ان هو يطلع معايا. خلاص انا كده عرفت فين اتجاه الورق او اتجاه نسيج الورق ازاي. وهبدا اني انا الزق الورقه تاني بقطعه لزق بقى كبيره، تاخد معايا القطعه كلها، او يعني تاخد معايا الطرف كله زي كده. وهشيل اللي هتطلع معايا الورقه كامله، لان نوع الورق ده كان ليه نسيج او اتجاه نسيج للورق. لكن الورقه اللي احنا هنشتغل بيها بتاعه الطائر للاسف ما كانش ليها نسيج، اجيبها يمين اجيبها شمال من فوق من تحت، ما كانتش راضيه تتعمل معايا خالص، فتعبتني جدا. لكن الورقه دي كان ده فيديو قديم، الورقه دي ما شاء الله كان ليها نسيج للورق، يعني كان ليها اتجاه للورق. عرفت بقى اتجاه الورق فين. هبدا بالراحه جدا 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 اشيل كده اللزق، واللزق ما شاء الله مسك في الورقه، وهو طبقه الورق الخلفيه بدات ان هي تتشال معايا كلها. هنا هو انا حاولت ان انا اخفف الورقه، بس يعني هو ما كانش ليها اي اتجاه، يعني شويه يمين شويه شمال فوق تحت، ما كانش ليها اي اتجاه. المهم هبدا ان انا بقى الاطراف بتاعها هبدا ان انا اقطعها. ليه انا هقطع الاطراف بتاعتها، مش هخليها كده حاده زي ما هي، علشان ما يبانش معايا في الشغل بتاعي ان دي ورقه ملزوقه. لا انا هقطع الاطراف شويه علشان اخليها تندمج كده مع مع الالوان ومع السطح، زي ما هنشوف دلوقتي هنشتغل بيها ازاي. تمام، قطعت الاطراف بايدي. وبعد كده دلوقتي هتعامل معاها معامله المناديل. هجيب عادي بلاستيك، ووش الورقه للكيس البلاستيك، وظهر الورقه لي انا، وهبدا برضو ارشها بالمنديل لغايه ما اغرقها تمام. وبعد كده بالراحه جدا برضو بايدي هحاول ان انا افرد الورقه شويه كده على الكيس، وكمان افرد الكيس بحيث ان برضو الكيس ما يكونش فيه اي كرمشه تاثر على الورقه. هنا هنلاحظ ان الورقة قادرين ان احنا نتحكم فيها، نشيلها نحطها تاني عن المنديل. المنديل لو عملنا فيه كده يتقطع مننا، لكن الحركة دي احنا ممكن نعملها في الورق العادي اللي هو ورق طباعة الليزر العادي، وكمان ورقة الرز او ورقة الارز ممكن ان احنا نرفعها ونشيلها تاني. هو ده الفرق اللي انا كنت بقول لكم عليه، الفرق ما بين ورقة الرز والطباعة والمنديل العادي. بينفع ان احنا لو مثلا غلطنا في جزء ان احنا نشيله حبة صغيرين ونرجعه تاني. هنا بعد ما طلعت كل الفراغات وطلعت كل الهواء وطلعت كل المية الزايدة والغير الزايد بالكارت، هبدأ برضو اني انا اعيد نفس الحركة دي تاني بالمنديل من المنتصف للخارج، علشان اطلع كل الزوايد والفقاقيع والسوائل، اطلعها كلها بره بره اللوحة بتاعتي او بره الرسمة بتاعتي. وهبدأ بقى
لو انا مش عارفه اذا كنتوا هتلاحظوا النقطه دي ولا لا، بيبقى فيه كده شويه ميه وشويه غيره حوالين الصوره، فبمنديل كده فيه شويه ميه او قطنه فيها ميه او وايبس اللي هو المنديل المبلل، بنبدا ان احنا نمسح الغيره والميه الزايده علشان ما يبقاش فيه تكتلات بالصنفره الناعمه. الصنفره الناعمه مش الوسط يا ريت، الصنفره الناعمه اللي هي بتبدا معايا من 220. الصنفره الناعمه هبدا اني انا اصنفر شويه صغيرين الاطراف. ليه؟ علشان انا مش عايزه اخلي للوحه بتاعتي او للورقه بتاعتي حد. يعني ايه؟ يعني لما اجي الون فوق الورقه ما لاحظش بفرق زايد ما بين الورقه وما بين السطح. يعني ما اللي يشوفها ما يقولش لا دي ورقه ملزوقه على السطح ما حدش راسمها، لا احنا عايزين نخلي شغلنا احترافي كاننا احنا اللي راسمين الحاجات دي. فانا هبدا ان انا اصنفر الاطراف بحيث ان بقدر الامكان صباعي كده ماشي على الصنفره زي ما احنا قلنا، واشوف اخلي ان السطح بتاعي او الورقه بتاعتي ما يكونش ليها حد بارز. وبعد كده بسفنجه عاديه، مش لازم سفنجه متخصصه يعني بالدمج الالوان، كونت الالوان اللي انا هحتاجها اللي هي عندي في الخلفيه، وبقدر الامكان اوصل لنفس الدرجه، وهبدا ان انا ادمج بقى الخلفيه بتاعتي بسطح الخشب بتاعي، بحيث اني احس ان اللوحه دي كاني انا اللي رسماها، مش اني منديل مثلا على السطح ولا ورقه ملزوقه على السطح بتاعي. وهبدا اني انا ادمج الالوان مع بعض كده بحركه دائريه بالاسفنجه العاديه، وادخل شويه الوان على الصوره، يعني بحيث ان انا ادمج بقى اللونين مع بعض او ادمج السطحين مع بعض. ويعني نصيحه مني للي هيدمج الوان، يا ريت ان الطبقه دي تكون طبقه اولى، يعني طبقه الدمج الاولانيه دي تكون طبقه اولى، علشان هنلاقي ان الورقه فعلا هتكون بارزه عن السطح. مع الطبقه التانية من اللون هنحس ان لا الورقه مش باينه قوي ومش واضحه اطراف الورقه، مع ان احنا خففنا الورقه وصنفرنا الاطراف وعملنا طبقه اولى من اللون. حتى الطبقه التانية ممكن للعين وبقى دقيقه، يعني ما شاء الله هتلاحظ ان في فرق ما بين الورقه وما بين السطح، بس احنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا يا اما نزود طبقه اللون ونخفف الورقه زي ما احنا عملنا، وكمان ان احنا نصنفر الاطراف. بعد ما ندمج بقى خلاص كده تكون معانا لوحه كويسه جدا ومظبوطه. انا حاولت ان انا يعني اضيف كده شويه تكات من عندي، ما يبقاش كل الدنيا كده لونها لبني. ففي الصوره النهائيه حطيت كده من الجنب اليمين ضفت شويه لون احمر كده نفس لون الطائر. اهي اللوحه كده خلصت الحمد لله. مش باين قوي ان ديت ورقه ملزوقه ولا الاطراف بتاعتها باينه قوي، مع اني يعني منوراها في الشمس، فنور الشمس بيوضح يعني العيوب، بس يعني ما شاء الله مش باين قوي يعني للدرجه. ممكن اكون انا شايفه كده على الناحيه اليمين من تحت كده شويه ان الورقه باينه. ممكن بقى نوظف الطريقه دي في ممكن نلزق ورق على اي حاجه. اللي مش قادر ان هو يدمج او اللي عنده بقى صعوبة في دمج الالوان وتركيب الالوان وتكوين الالوان، انا هلزق الورقة كاملة على السطح كامل. زي هنا عندي درج كامل وعندي ورقة كاملة، هحط الورقة زي ما هي على الدرج وهوظفها بشكل جميل، وطالما عندي الالوان متناسقة جميلة جدا. وهنا عندي ادراج الكومودينو نفس الكلام، هجيب ورقة كاملة هلزقها على الدرج كامل، مش هيبان عندي بقى لا دمج ولا هضطر ان انا اكون الوان وادخل الوان مع بعض وادمج والدنيا دي كلها. فالطريقه دي زي طريقه الكوستر مش هيبقى عندي لازم شرط يعني دمج الوان. وكمان الطريقه دي بقى هتناسب الفخار جدا، نفس طريقه تاسيس الخشب والالوان على الخشب والديكوباج على الخشب، هو نفس طريقه الفخار، ايا كان بقى الفخار، فازة فخار، طبق فخار، قله، اي حاجه. زي ما احنا عملنا خطوات الخشب هنعمل خطوات الفخار. يا رب يكون الفيديو النهاردة او المحاضرة النهاردة تكون خفيفة وكويسة ومفيدة، ممكن يكون فيها معلومات كتير. يعني حاولوا بقى يعني كده النهاردة يوم الثلاث، بإذن الله يوم السبت في وقت فاضي تسمعوا الفيديو كذا مرة. لو في اي سؤال انا تحت امركم، حتى لو كان بسيط، محدش يحرج من بساطة السؤال، ولا اني شرحت السؤال ده في الفيديو، ولا ان انا مثلا عدت وزدت فيه في الفيديو. لو المعلومة مش واصلة كلموني على الواتساب، انا تحت امركم في اي سؤال حتى لو كان بسيط. هستنى تطبيقاتكم
وهستنى استفساراتكم. وبإذن الله يوم السبت هيكون ديكوباج على المعدن. جهزوا أي معدن عندكم، علبة معدن، شمعدان معدن، أي معدن عندكم، يعني أي حتى لو علبة لبن أطفال بتاعت المعدن تمام جدا هيشتغل معانا. هنشوف ازاي نأسسه برضو، ازاي نشتغل عليه. و بعيد برضو لو اي حد عنده اي سؤال، مثلا عندك قطعة خشب عايزة تعرضيها عليا تقولي لي اشتغل عليها ازاي، او اجددها ازاي، او اصلحها ازاي، وهل دي مناسبة ولا مش مناسبة، انا تحت امركم في الواتساب. ويا رب يكون المحاضرة كده مفيدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.